أكلة ملوكية. الملوكية اللي هي الملوخية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا وصفة الملوخية اللي راح يعني الريحة لحالها توصل على مسافة بعيدة، بس واحد يشمها لحاله يجي وما يعني بينزل بالطبق. طبق الملوخية بطريقة كثير سهلة وشهية جدا بإذن الله تعالى. وفي قصة طريفة كمان عن تاريخ الملوخية وليش سموها ملوخية، راح نيجي عليها ان شاء الله باخر الفيديو او بنص الفيديو، بعد نصه بس نصير لنا يعني مرحله ان شاء الله راح نشرح شوي عن تاريخ الملوخيه واسمها. راح نعملها بطريقه بسيطه. احبتي ادعمونا الفيديو وارفعوه على اليوتيوب، اشتراك وتفعيل الجرس بشكل كويس، وعلى الفيسبوك كمان مشاركه المنشور ولايك. بعد الفاصل راجعين باذن الله تعالى. السلام عليكم من جديد. في عندنا ملوخية يعني 300 غرام تكون يابسة. احنا اليوم عملناها بملوخية يابسة 300 غرام عندنا، يعني ورق الملوخية اليابس. أول مرحلة طبعا بدنا نحطهم بطاسة وبدنا نغسلهن، لازم يعني نغسلهن. وهاي العملية أول شيء بدها مي ساخنة. أول شيء بدنا ننقعهن ساعة كاملة نقع بمي ساخنة مشان يطرن أول شيء، وتروح منهن الغبار إذا في غبرة فيهن، وكمان المرورة في شوية مرورة. فبننقعهن بمي ساخنة ويتعقم مظبوط شغلة ساعة، يعني أفضل مي ساخنة. بنغمرهن بالكامل بالمي الساخنة ونتركهن شغلة ساعة. وبعد الساعة طبعا بنغسلهن بمي باردة وبنعصرهن مظبوط، بكون طريات صار يعني واحد يقدر يعصرهن. بنعصرهن مظبوط بنشفهن، بكون جاهزات عاد للطبخ. هاي أول مرحلة. هون جهزن بعد ما عصرناهن، نقعناهن مي ساخنة ساعة وعصرناهن كمان وغسلناهن مي باردة ونظفناهن وراحت المي منهن. بنحط المقادير هون، هن نفسهن 300 غرام. كمان بدنا ثوم، يعني راس واحد ثوم 7-8 اسنان. دجاج 200 غرام، يعني هالفتافيت بتعطي نكهة ممتازة. بحب بكثر. بنجيب ملعقة سمنة بنحطن بأرضية الطاسة. هاي مراحل الطبخ الأولى. بس تسخن السمنة بنضيف عليهن الثومات. أول مرحلة نزل الثومات على السمنة، أيوة، أو يعني بنحركن شوي، بقلبن يعني دقلن شوي. بعدين بنحط كزبرة ناشفة ملعقة كبيرة، تعطي نكهة ممتازة جدا. هي نفس الملعقة بس يعني مرحلتين، ملعقتين صغار نفس الملعقة الكبيرة. بنحرك الثوم مع السمنة مع الكزبرة الناشفة، وبننزل قطع الدجاج. طبعا بنكون سالقينهن سلقة يعني خفيفة، قطع الفروج بكون مسلوقات يعني سلقة. بنقلبهن مع بعضهن تقليبة كويسة. طبعا قبل ما ننزل عليهن الملوخية اللي غسلناها ونقعناها وعصرناها مظبوط. اهم شيء بتروح المرورة وهالمط اللي فيها، الناس ما بترغب لها لانها بتمط، فعملية تعصيرها ممتازة. بنحط طبعا شوية زيت عشان نقلب قطع الفروج. وبعدين بنجيب الملوخيات، كنا مجهزينها طبعا جاهزات، بننزلهن. هون النصيحة مشان ما تمط الملوخية معنا، بدنا نقلبهن بشكل ممتاز جدا. نقلب قد ما قدرنا الفروج ومع الملوخية مع الثوم، نقلبهن قد ما قدرنا. كل ما قلبناهن أكثر نقطع المطة، نخفف منها قد ما قدرنا. في ناس ما بترغب لها هاي مطة الملوخية، فهون احنا راح نقلبهن كثير مشان نقطع المطة. في عصرة ليمون بالأخير راح نشوفها كمان بتقضي على المطة. إذا عصرة ليمون وتقليب بشكل كويس، هالنصيحتين بقطع عن المطة. الملوخية ليش سموها؟ طبعا هي أكلة مصرية، الملوخية من مصر الغالية. طبعا بنضيف من مية الدجاج 1 لتر، مية الدجاج اللي سلقنا فيها الدجاج 200 غرام. بنضيف ميات الدجاج مشان تعطي نكهة ممتازة جدا. فهي أكلة مصرية الملوخية، يعني مشهورة بمصر. نحط ملعقة ملح 1. أكلة مصرية يعني حتى زمان كانت على دور الفراعنة
المصريين القدماء حضارة مصرية، حضارة عريقة، والمطبخ المصري عريق جدا جدا. فكان المصريين يعني في روايتين طبعا، نطبخها طبعا 20 دقيقة، نطبخها 20 دقيقة، بننزلين شوية ثوم ناعم يعني كمان بعطي نكهة كويسة كثير. فهي الأكل معروفة بمصر من زمان، فهي نبتة مصرية في روايتين طبعا. هاي عصرة الليمون، هاي عصرة الليمون كثير ممتازة، هاي بتقطع المطة، هاي بتقضي على المطة نهائيا. هاي هي عصرة الليمون، هاي ننتبه لها، كثير 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 مهمة، تقضي على المطة. فهي نبتة المصريين القدماء يعني في روايتين. الرواية الأولى بتقول إنه المصريين القدماء كانوا يعتقدوا إنه هاي الملوخية أكل نبتة سامة، فما يتناولوها، حتى أجى الهكسوس وهم يعني شعوب اجت من شرق آسيا ودخلت مصر، وأجبروا المصريين على تناولها. قالوا لهم ملوخية، كان اسم هاي النبتة خية، فهم قالوا لهم ملوخية يعني اكلوا ملوخية غصبا عنكم. المصريين كانوا خايفين منها فأكلوا منها، ما صار معهم شيء، يعني لا تسمموا ولا صار شيء، فصار اسمها ملوخية من هذيك الأيام. ملو يعني أكلوا باللغة هاي، لغة الهكسوس، هاي المجموعات البشرية جت من شرق آسيا. ملو أكلوا، وملوخية خية هي النبتة، اسم النبتة خية، فصار اسمها ملوخية. الرواية الثانية بتقول هي ملوكية، من ملوك مصر كانوا يحبوا الأكل كثير. بمصر في الملوك كانوا يحبوها كثير، تتقدم لهم يعني أكلة ملوك، فإحنا بنسميها ملوخية أو ملوكية، من هون اجى الاسم يعني في روايتين. فمن موجودة هي طبعا كل المطابخ صارت، ولكن أصولها أكلة مصرية الملوخية. بنشوف الإخوان المصريين بحبوها يعني، يعني تاكل ملوخية بالأرانب كمان يعني. أكل طيبة ولذيذة، وخاصة إذا كانت خضرة يعني. حاليا بأوقات الشتوية بتكون يعني يابسة، بس خضرة طبعا تكون تازة وكثير ممتازة. هاي عملناها يعني بطريقة كثير لطيفة وسريعة وما بدها تعقيد. إن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة أحبتي. إذا عجبتكم الطريقة مشاركة المنشور وحط لايك على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب كمان. اللي يعني ما اشترك يشترك، الله يسعدكم، وحط جرس يضبط لنا اياه كمان مشان تيجي الاشعارات، وعند كل شيء جديد. دائما في وصفات جديدة بإذن الله تعالى، بإذن الله. رمضان كريم إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركة، وإن شاء الله تضلوا دائما بصحة جيدة. ممكن نضيف لها طبعا رز مشان الأولاد، في منهم ما بحبوا كثير الملوخية، فبنعمل لهم شوية رز يعني إضافة. بصينا 2 طبقين مع بعض ممتازات جدا، رز بالشعرية طبعا. هاي صبينا الملوخية اللي هي طيبة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو بإذن الله تعالى. الملوخية أكلة كثير طيبة ومفيدة، يعني مفيدة، وكمان مليحة للمعدة، يعني بتساعد على الهضم. هاي الملوخية صارت جاهزة. الله يسعدكم أحبتي، إن شاء الله تكون عجبتكم. يعني طريقة كثير كويسة ولطيفة. والمطة حكينا عنها، بنقلبها كثير كويس وقت ما نقلبها الملوخية بالدجاج وقت الطبخ، وكمان عصرة الليمون، هذول مهمات جدا جدا لعصر يعني لقطع المطة تبعت الملوخية. نتمنى لكم الخير والسعادة، وإن شاء الله دائما بتضلوا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.